الفانيليا على طول معانا، واحد بيضة، معانا بيكنج باودر والفانيليا وكوباية مية فقط لا غير، او حليب لو عندك. ما عندكيش مش ضروري. 3 معالق سمنة، وهناخد كوب ونص دقيق من ده. والطريقة سهلة جدا وخليكي معايا. اول حاجة يا بنات هنكسر البيضة، سامحوني بقى لان انا بعمل وبصور لنفسي. تاني حاجة هنحط الفانيليا. تاني حاجة يا بنات هو كيس الفانيليا. ونبدأ ان نرب البيض بالمضرب اليدوي بنفس الطريقة دي، وننزل عليها بالسكر ونرب. تالت حاجة ننزل بذرة الملح. رابع حاجة وهي الأخيرة السمن. اهو يا بنات نزلنا بالسمنة، ونبدأ برضو نربها بالشكل ده. هربها وارجع لكم تاني. هنا ربطها بالشكل ده وخلصت معايا تمام. تعالوا هنا بقى المكونات الجاف. هنا بقى 10 جرام خمير، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. يعني انا بحط كده بالويم، بس مش بعبرها برضه. نقلبها بالشكل دوت. ماشي. تعالوا هنا بقى وننزل بكوباية المية. نربها كويس. واخر حاجة معانا ننزل بالدقيق. ويا بنات وصلنا اهو، لما لحد ما يبقى قوام العجينة معانا بالشكل ده. ولقيناها محتاجة ذرة دقيق كمان نحطها. ومعانا صينية على البوتاجاز، طاسة اللي هي التيفال دي، ودهناها دهنة زيت. وهنشوف مع بعض هنعمل. اهو خليني اوريكم. اوه واو، تحفة 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 تحفة. ومعاكم لحد ما نخلص اخر الكمية. ده الشكل النهائي يا بنات بتاع فطايرنا الجميلة العسل. دي احمرت شوية. شوف اللون بتاعها. ده الشكل النهائي بتاعها.
بتجيب بقى، عندك شوكولاتة ماشي، عندك مربى ماشي، اي حاجة تنيها بوشها بيه، ورش عليها اي مكسرات تحبيها، وبالهنا والشفا.